السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير لاموس عقدة اللوز بمذاق كعب الغزال، كريمة بنكهة مغربية خالصة كتجي لذيذة بزاف بزاف، معلكة بقوام كريمي كتذوب ذوبان، مذاقها كعب الغزال وريحتها كلها زهر ولوز. وكذلك في اخر الفيديو غادي نطرق لموضوع الجدل اللي وقع في الفيديو السابق ديال حلوى الفسيفساء المغربي بلا موس عقدة اللوز بمذاق كعب الغزال. فنخليكم مباشرة مع الفيديو، فرجة ممتعة. لتحضير عقدة اللوز غادي نحتاج ل 250 غرام من اللوز اللي سبق ليا سلقته في السخون وشفته جيدا بواحد الزيت اللي يكون عندي نقي. غادي نضيف ليه 125 غرام من السكر سنيده، وغادي نطحنهم مع بعضهم حتى يوليو ليا على شكل عجين، الطريقه العاديه اللي كنحضروا بها عقدة اللوز. وكيف كتلاحظوا في الفيديو هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. ضروري نطحنوا اللوز والسنيده جيدا حتى يتلينوا لينا على هذا الشكل. وهنا بالنسبه ليا الوقيته اللي كنت كنطحن اللوز والسنيده ضفت معلقه صغيره من خليط السكر والمسكه الحره اللي عندي مطحونين، يمكن لكم تضيفوها او تستغنوا عليها. غادي نزيد نضيف لعجين اللوز راس معلقه صغيره من القرفه، قبصه من الملح، معلقه صغيره من الزبده نوعيه جيده، معلقه صغيره من النباج، تقدروا تعوضوه بالكليكوز او الكونفيتور الخاص بالحلويات. وغادي نبدا نعجن في هذه المكونات جيدا حتى تجانس ليا مع عجين اللوز. وهنا الى لاحظتوا من بعد ما عجنت العقده ديالي ودخلت فيها تماما داك الزبده، العقده ديالي تلقات ليا داك الزيت ديالها كله. كيف كتلاحظوا يديا ولاو مزيتين. في هذه المرحله غادي نبدا نضيف القليل من ماء الزهر على دفعات، وانا كنعجن وكنفرك فيها مزيان بيديا حتى تعاود تشرب ليا داك الزيت ديالها كله. وبالنسبه للعقده ديالي فخدت ليا 3 ديال معالق كبار من ماء الزهر. غادي نبقى نعجن ونفرك في العقده ديالي حتى تشرب ليا داك الزيت ديالها وتولي لينه وتجمع معايا كيف كتلاحظوا في الفيديو. عقده اللوز ديالنا كتجي على هذا الشكل، ما تخيلوش داك النسمه ديال اللوز والزهر اللي عاطيه منها شحال غزاله. غادي نغطي العقده ديالي جيدا بالسلوفان وغادي نحتفظ بها على جنب وندوز مباشره باش نخدم لا كريم انجليز. لتحضير لا كريم انجليز غادي نحتاج ل 3 اصفار بيض، 100 غرام من الكريمه الطازجه ما يعادل كاس عنبه الا ربع، و100 غرام من الحليب ما يعادل كاس عنبه الا ربع، وغادي نحتاج ل 40 غرام من السنيده ما يعادل 2 ملاعق كبيره اللي غادي نضيفهم على 2 مراحل، وعندي كيس من سكر الفاني للتنسيم. غادي ناخذ الكاسرول ديالي وغادي نوضع فيها الكميه اللي عندي ديال الكريمه والحليب مع ملعقه كبيره من السنيده، وغادي نوضع الكاسرول ديالي على نار متوسطه حتى يسخن ليا الخليط. وضروري نحركوا الخليط ديالنا شويه بالطراب اليدوي باش تجانس لينا داك الكريمه مع الحليب. وفي داك الاثناء غادي ندوز ناخذ داك 3 اصفار بيض، غادي نوضعهم في واحد الاناء، غادي نضيف ليهم كيس من سكر الفاني للتنسيم، تقدروا تعوضوه بملعقه كبيره من ماء الزهر، وغادي نضيف ليه معلقه كبيره من السنيده، وغادي نخلط جيدا داك الصفار ديال البيض مع السنيده بالطراب اليدوي حتى نلاحظوا ان داك السنيده دابت لينا مع الصفار ديال البيض. في داك الاثناء غادي يكون الخليط ديال الحليب والكريمه سخن وقرب يوصل لمرحله الغليان. غادي نحيدو من فوق النار ومباشره غادي نبدا نضيفو على صفار البيض على 2 مراحل مع التحريك المستمر وبسرعه باش داك الصفار ديال البيض ما يتكللش لينا. الطريقه راها موضحه في الفيديو. غادي نرجع داك الخليط ديال صفار البيض والكريمه الكاسرول باش نعاود نردو على البوطه على نار مهيله حتى تعقد ليا شويه داك الكريمه ديالي. في هذه المرحله الا لاحظتوا ان الخليط ديالكم فيه القليل من التكتلات ديال البيض ضروري تصفيوه عاد ترجعوه الكاسرول. غادي نواصل تحريك الخليط ديالي في الاول بالطراب اليدوي، من بعد ما غادي نلاحظ ان القوام ديالو بدا كيتبدل غادي نبدا نحركو باستعمال سباتول باش نراقب واش الكريمه ديالي وجدات ولا مازال. هنا كنعرفوا ان الكريمه ديالنا وجدات فاش كنلاحظوا ان سباتول بدات كتلبس بطبقه من الكريمه، هادشي كيعني ان الكريمه ديالي بدات كتعقد. وكنعرفوا ان لا كريمه انجليز وجدات فاش كندوزو بصبعنا على سباتول وكيبقى داك الخط مفصول ما كيتغطاش بالكريمه نهائيا. غادي نحيدها من فوق النار ومباشره وهي مازال سخونه غادي ندوز ندوب فيها 4 اوراق من الجيلاتين اللي غادي نفزقهم في القليل من الماء العادي حتى يرطبوا ليا. غادي نعصرهم جيدا من داك الماء وغادي ندوبهم في لا كريمه انجليز.
هنا واحد الحيله غادي نشاركها معكم وخاصه بالنسبه للمبتدئات اللي اول مره غادي يحضروا لا كريم اونغليز ومازال ما كيعرفوش القوام المطلوب ديالها. الا لاحظتوا ان لا كريم ديالكم بدات كتكلي لكم في الوقيته ديال الطياب، هذا كيعني انها فات فيها الطياب. مباشره غادي تطفيو عليها وهي مازال سخونه، غادي تدوزوا طحنوها اما بالميكسور او بالكاس الخاص بالعصائر، عاد تذوبوا فيها الورقات ديال الجيلاتين. يعني ما تخافوش، ما غاديش تضيعوا فيها. هنا ضروري الكريمه تكون مازال عندنا سخونه باش داك الورقات ديال الجيلاتين يذوبوا لينا بكل سهوله. من بعد ما نلاحظوا ان داك الورقات ديال الجيلاتين دابوا لينا تماما في الكريمه، غادي نكب الكريمه ديالي في واحد الاناء وغادي نحتفظ بها على جنب حتى تدفى ليا تماما. ودابا ما بقى ليا غير ندوز باش نخدم كريمه عقده اللوز. هنا بالنسبه لعقده اللوز اللي عندي غادي نقص منها ربع الكميه باش نشكل بها حبات من كعب الغزال للتزيين. بالنسبه لكميات 250 غرام ديال اللوز عطاتني 400 غرام من عقده اللوز، غادي نقص منها 100 غرام لصنع حبات من كعب الغزال، وغادي نخدم الكريمه ديالي ب 300 غرام من عقده اللوز اللي بقات ليا. غادي نحاول نفتح شويه عقده اللوز بملعقه خشبيه، كيف كتلاحظوا كتكون معلكه ما شاء الله، وغادي نضيف ليها لا كريم اونغليز اللي سبق خدمناها. هنا بالنسبه لفكره لاموس عقده اللوز فكان عندي 3 ديال الاختيارات، يا اما نخدمها بلا كريم اونغليز، يا اما نخدمها بلا بارايا بومب، يا اما نخدمها بلا كريم باتيسير. بالنسبه لا كريم باتيسير ما تصلحش لانها كتكون عاقده، وحنا عندنا عقده اللوز معلكه، فضروري خصنا شي كريمه اللي تكون مرخوفه باش ترخفها لينا. فهنا فضلت نخدمها بلا كريم اونغليز، كيف ما يمكن لكم تخدموها بلا بارايا بومب. غادي نبدا نخدمها بالطراب الكهربائي في الاول على سرعه منخفضه لان العقده ديال اللوز كتكون متكتله. من بعد غادي نرفع سرعه الطراب ونواصل الخفق حتى نحصل على كريمه عقده اللوز لينه. وكيكون هو هذا القوام ديال كريمه عقده اللوز اللي كنتحصلوا عليه. كيجي القوام ديالو املس كريمي ومعلك في نفس الوقت، رائع كيف كتلاحظوا في الفيديو. وما تخيلوش اللذه ديال هاد الكريمه كتحمق، والريحه ديالها غزاله ما شاء الله، خليط بين النسمه ديال الزهر واللوز، رائعه. غادي نحتفظ بكريمه عقده اللوز على جنب، ومباشره غادي ندوز ناخذ 300 غرام من الكريمه السائله اللي غادي نضيف ليها كيس من سكر الفاني للتنسيم وملعقه كبيره مستنده، وغادي نبدا نطربها بالطراب الكهربائي حتى تضاعف الحجم ديالها وتولي ليا على شكل كريمه عاقده. مباشره غادي ندوز نضيف ليها كريمه عقده اللوز وغادي نبدا نحرك بسباتول او بالطراب اليدوي حتى نحصل على كريمه متجانسه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاموس عقدة اللوز اللي خدمناها، غير مشكلها كتشهي. شوفوا القوام ديالها كيفاش معلك وكريمي، ولا ألد ولا أبن. لاموس بنكهة مغربية مليون في المية، مذاقها كعب الغزال وريحتها كلها زهر ولوز. باش نجيكم الصراحه، في الاول كنت كنظن ان فكره كريمه او لاموس بنكهه مغربيه خالصه غادي تكون حصريه، ولكن من بعد الجدل اللي وقع في الفيديو السابق اللي استعملت فيه نفس هذا لاموس، تعرفت على مجموعه من الصفحات المغربيه اللي كانوا سباقين لهذه الفكره ومن زمان ما شاء الله، وخاصه صفحه الاخت امل على الانستغرام، لقيت عندها كريمات بنكهات مغربيه مختلفه مثل كعب الغزال، الملوزه وسلو، وكذلك الاخت مريم بركات لقيت عندها كريمه بمذاق الفقاس. تبارك الله عليهم كلهم، وشكرا لكل امرأة مغربية اللي كتبدع في المجال ديالها، ولكن مازال متمسكة بفكرة لاموس بعقدة اللوز بطريقتي حصرية على قناتي المتواضعة. واللي مازال عنده اي تساؤل بالنسبه للفيديو السابق ديال حلوى الفسيفساء المغربي بلاموس عقده اللوز بمذاق كعب الغزال، غادي تلقاو الاجوبه عليها عندي في المنتدى. حطيت بوست فيه جميع السكرينات خصوصا التواريخ اللي تصور فيهم الفيديو. ممكن نكون تاخرت عاد حطيت الفيديو ديالي على منصه اليوتيوب، ولكن الفيديو تصور قبل ما تحط القناه اللي هاجمتني الفيديو ديالها. فمن الغباء بالنسبه لصاحبه داك القناه انك تهاجمي الناس وتتهميهم بسرقه فكره اللي اصلا ماشي ديالك، واللي اصلا الفيديو تصور قبل ما تحطي طريقه تحضير لابيج ديالك، خصوصا انني رسلت لك في الخاص صور الحلوى واجده في نفس النهار ونفس الوقت اللي حطيتي فيه لابيج ديالك. المهم الله يستر الجميع والله يسهل على كل واحد.
الوصفات ما كيتحطوا في اليوتيوب الا باش الناس تطبقهم، وعن نفسي ما عنديش مشكل ان قناه مغربيه تطبق الوصفه ديالي، بالعكس شرف ليا، لانه من الاساس الفكره اللي كانت عندي انه ولو شي قناه اجنبيه طبقات الوصفه فمستحيل تقدر تنسب هاد لاموس اللي محضره بنكهه مغربيه لبلد اخر من غير بلدي المغرب. اما بالنسبه للزليج فاحنا المغاربه كلنا كبرنا فيه، كلنا كبرنا مع روائع المعمار المغربي الشاهده على تاريخ هذا البلد العظيم، ومازال كنعيشوا الفخامه ديالو على ارض الواقع، وما كاين مسهل من طباعه الزليج في المواقع. كاين الناس اللي ما غاديش يعجبها الحال انني طرقت هذا الموضوع، ولكن كان ضروري نتكلم فيه من بعد الهجوم اللي تعرضت ليه. هنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ما تبخلوش عليا باللايك وبارطاج الفيديو مع احبابكم واصحابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم المشجعه، واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه فما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك مع تفعيل الجرس تشجيعا منكم ليا باش نستمر ونقدم المزيد من الوصفات. خليتكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء الى وصفه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.